خصهم يعرفوا الناس بان الكلب تا هو كيطيح في ديبرسيون. السلام عليكم، معكم زكريا ناني 26 عام، محب الحيوانات كيف ما كيعرفوا جميع الناس. واليوم جيت باش نقول لكم علاش ما خصكمش تتخلاو على الحيوانات ديالكم. الحيوان ما كيقدرش يتكلم، الا اداته شي حاجه ولا لحتيه في الشارع ما يمكنش يقول لك عافاك دخلني معاك، راه ما عنديش اليوم فين نبات، ما عنديش فين ناكل. يعني حيوان ما كيقدرش يهضر. هذه هي اول حاجه علاش حنا خصنا نلقاو يد المساعده لهاد الحيوانات اللي في الشارع اون جينيرال، ماشي غير الكلاب. انا مثلا عزيزين عليا الكلاب، ولكن مثلا الا لقيت قطه راه هي غادي نهزها، حيت عارف عندها نفس الحاجه، هي ما كتقدرش تهضر بحال الكلب. مؤخرا الظاهره كثرات، بزاف ديال الناس كيربيو كلاب وما قادرينش عليهم. في الاول كيسحب ليه صافي غيجي وغيعطيه اللي كان وداكشي. لا، كلب مسؤوليه ومسؤوليه كبيره، وخص اللي كنتي باغي تربيه تكون قاد عليه من كل شيء. ماشي يضرب معاك عامين 3 سنين وتلوحو. مثلا لو ولدتي ولد، واش غادي ملي يوصل ل 4 سنين ولا 5 سنين صافي تشدو تلوحو؟ هذا هو المشكل اللي كيوقع. شوف، كلب ربيتيه من صغره، الله يجعل ما عرفتش شنو، تبقى انت وياه حياتك ما عندك ما تاكل انت وياه وما تلوحوش للشارع. علاش؟ حيت الكلب الا تزاد في الشارع كيتادابط في الشارع، عارف راسو اصلا هو في الشارع من اللي حل عينيه. كيمشي كيقلب على القوت ديالو، كيقلب على الماكله هنا، عارف البلايص اللي فيهم الماكله، عارف البلايص اللي فيهم الامان، عارف البلايص اللي خاويين كينعس فيهم. ولكن تخيل معايا كلب حل عينيه في الدار، كيلقى الماكله، كيلقى كل شيء واجد ليه، كيلقى الحنان ديال مولاه. كيخرج للشارع كيبدا يلقى الحجر، الدراري الصغار باغيين يلعبوا به، الكلب كيتشوكا. اش كيدير؟ صافي كيطيح في واحد ديبرسيون. خصهم يعرفوا الناس بان الكلب تا هو كيطيح في ديبرسيون، يعني حيت راه كان عايش واحد العيشه ورجع لواحد العيشه اللي خايبه. كيكون بعدا المناعه ديالو ضعيفه بزاف. اول حاجه كيتمحن، كيطيح ليه الزغب ديالو، الحاله ديالو كتدهور، كيبدا يضعف حيت ما كيلقاش الماكله اللي ديجا اصلا كان كياكل. هو مولف كياكل 2 المرات في النهار، هو نهار ماكله وحده ما بقاش قادر يلقاها. ما تخرجوش للزنقه، ما تخرجوش للزنقه، واخا تبقى تعطيه الشيء الخبز، خبز كارم تشدو ديروا ليه معلمه وتحطوا ليه، المهم يبقى حداك وراه ما يفوتكش. والله ما يفوتك تعطيه وما يهضرش، ما يقولش لا عاطيني غير الخبز واش انا مسطي. اللي لقى غادي ياكله. تقدر تربي اي كلب كيف ما كان، وغادي توصل معاه لداك الشيء اللي شفتيه في داك الكلب الاخر اللي اصلا هو راس ومعروف وداك الشيء. اي كلب بالك بغيتي تربي كلب يكون كيف ما بغى يكون. اول حاجه غادي تشوف داك الحيوان ليطا ديالو، كتهزو كتديه عند الطبيب في الاول، وما يبقاوش يخلعوا من الطبيب. حيت الناس من شحال هادي الاطباء ديال الكلاب ولا ديال القطوط ولا ديال الحيوانات اون جينيرال كيجيب لهم الله راه غالي. داك الطبيب راه ما غاليش كيف كيسحب لكم راه. وبالخصوص اللي قلتي لي انا راه جيت غير نعاون هاد القطه ديال الشارع، راه غادي يتعاون معاك اكثر. والطبيب راه كيكون قاري وواعي وكتكون في قلبه الرحمه. بزاف ديال الناس عندهم واحد الفكره مغلوطه ان الكلاب ديال الزنقه ما كيترباوش في الدار. خصك تعطيه الوقت، نص ساعه ديال الخروج ديالو، ياكل في الوقت، الدريساج ديالو تعطيه الوقت، غادي في الاخر النتيجه غيخرج لك كلب مدرسي. راه واخا ديال الزنقه. ولا جبتي كلب راس راه غير الشكل اللي مبدل، راه ما مبدل حتى شي حاجه، راه نفس الكاركتير نفس كلشي. وباش كاع هاد الكلاب اللي في الزنقه في عوض انك تمشي تشري كلب ولا تجيبو من برا وتجيب تربيه. انا كنتلاقى مع ناس مربين 6 7 الكلاب ديال الزنقه ومدرسينهم. يعني هنا بديت كن الفكره ديالي كنبدلها باللي راه ماشي غير هذوك الكلاب الاراس اللي معروفه هما اللي خصهم يترباو، راه الكلاب الزنقه تا هو كلب عنده احاسيس، تا هو عنده دماغ على قد الحال. هذاك الشيء اللي عطيتيه قلت لي اسي غيديرها، ماكله ديالو غيتربى، واي كلب كيتربى. الا لاحظت واحد الحاجه ديما كتلقى في الشارع واحد غادي بكروسه كيبوعر، كتلقى تابعو 2 الكلاب 3 4. علاش تابعينه؟ حيت كيبغيوه، حيت هذاك السيد كيعطيهم الماكله. مثلا شي هذوك لاحظتي بزاف المنتشرين كتلقاهم مدور به المشاش وناعسين حداه كلاب وداكشي، حيت داكشي اللي عنده كيقسموا مع دوك القطوط وداكشي. خذوا هاد الناس عبره